استاذ عبد الناصر زيدان الاعلامي الكبير، وطبعا الحدث الكبير دلوقتي والشغل الشاغل لكل الناس نسيت القمه، نسيت انسحاب الزمالك واعتذار الزمالك، وفي قمه ولا فيش قمه، ومسكت في عبد الناصر زيدان وحلف بالطلاق الماتش هيتلعب. استاذ عبد الناصر، حلفت بالطلاق الماتش هيتلعب، الماتش ما اتلعبش. جمهور الزمالك بيسالك هتعمل ايه؟ طب ما هو بص اقول لك على حاجه بقى، اللي بيسالني بيقول لي هتعمل ايه؟ ما يشوف لي حل. دلوقتي بص انا تواصلت والله بجد مع 2 من المشايخ اصحابي، والحمد لله ليها مخرج. ان شاء الله باذن الله، يعني مخرج شرعي وهنفذه. ايه المخرج الشرعي؟ الناس عايز تعرف برضه. ما هو انت بص، طالما وصلت مع الناس لمرحله انك انت قلت على الهوا، فقول للناس انت هتعمل ايه؟ هي في كفاره. تطعم 60 مسكين؟ لا، صيام 3 ايام اللي يقول لنا عليه بكره فضيله الشيخ في دار الافتاء. يعني حد نصحني بكره اكلم الناس في دار الافتاء المصريه